هاي يا بنات، عارفة انا لسه اللي واقفة ما جاتش ولسه العيد قدامه شوية، بس كل سنة بنستنى لحد اخر وقت وبنتلخبط، فقلت اعمل لكم الفيديو ده بدري عشان تبقوا جاهزين ومجمعين افكاركم من غير ضغط، وهنعيش مع بعض كأن النهاردة يوم الوقفة بالظبط، ونعمل كل حاجة واحدة واحدة وبالراحة. يلا بينا نبدأ تجهيزاتنا. وأول حاجة قبل ما نبدأ أي تجهيزات لازم المكان حوالينا يبقى مترتب وهادي. أنا طبعا رتبت الأوضة كلها، بس صورت لكم السرير بس، حطيت الملاية اللي فيها ورود دي حسستني بجد بأجواء العيد كده، وهي لونها بناتي كده وجميلة قوي. هي بصوا كده أجواءها صيفية، بس الجو طبعا لسه ساقع، فحطيت الدفاية دي ورشيت معطر كده. حاسة اننا جاهزين نبدأ بجد. وأول خطوة في العناية بالشعر وهو حمام الزيت، جبت العبوة أو القنينة دي بتبقى مخصصة للزيت وخلطات الشعر. الزيوت بقى اللي بتحطوه بتبقى على حسب نوع شعركم، بتشوفوا انتوا شعركم محتاج ايه وتجيبوله زيوت على اساس كده. انا شعري احتجتله زيت جوز هند لانه بينعمه ويرطبه وكمان بيقوي الجذور، فطبعا هو كان مجمد شوية فحطيته في حمام بخار وساح شوية. وده زيت قرع العسل او بذور اليقطين، حلو قوي برضو للشعر. وبس كده، حابين تحطوا خروع اوكي، بس انا مبيعمليش حاجة في شعري. خلطت الزيوت مع بعض كويس وابتديت احطه بالشكل ده. وما ننساش مقدمة الشعر لازم نحط لها زيت علشان الفراغات تتملي. اي منطقة عندك فيها فراغات حط لها من اي ميكس زيوت انت بتحطيه لباقي شعرك. بعد ما تحطي الزيوت لازم تعملي تدليك لفروة راسك علشان الدورة الدموية، وعلشان كمان فروة راسك تتغلغل من الزيوت كويس جدا. ممكن تدلكي بايدك عادي او ممكن بالأداة السيليكون دي برضو بتتجاب من عند اي عطار او اي مكان مستحضرات تجميل. ولو اطراف شعرك بايظه زي بالشكل ده كده حطلها برضو من الزيوت. وبعد ما تحطي الزيوت على راسك لازم تلبسي بونيه ويكون بلاستيك مش ستان. ودلوقتي هنعمل وصفة لترطيب وتنعيم الشعر زي حمام الكريم بالظبط، بس هي كلها مكونات طبيعية. أول حاجة حطيت معلقة بذور كتان وبذور الشيا وغليتهم بالشكل ده كده. ونجيب الوعاء اللي هنعمل فيه الخلطة ونحط فيه مية رز. انا كنت من بالليل نقعت الرز، حطيت معلقتين رز وعليهم مية سخنة، وسبت الرز منعوق ليلة كاملة. وصفيت مية البذور. هنحط دقيق الحلبة او الحلبة المطحونة، بتتجاب من عند العطار او ممكن نطحنها في البيت، او ممكن نستخدم مية حلبة، نغلي حلبة عادي كده نستخدم ميتها. بس الخليط هيبقى ماي قوي، بس لما بنحط الحلبة المطحونة ونصفيها فالخليط بيبقى اتقل. وحطيت للخليط زيت خروع وبسيبه شوية علشان تنزل فوائدها كلها، بعد كده بصفيها. ده شكل الخلطة بعد ما صفيتها كويس جدا، بقت كأنها مية بس لزجة شوية عشان بذور الكتان وبذور الشيا فمخلينها كقوام جل. فدلوقتي بعمل يعني بجيب خصلة والخصلة بقسمها لخصلة تانية، فاهمين يعني الخصلة بقسمها على خصل صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. ويبتدي واحدة واحدة ياخد الخليط بالراحة كده حطوه على كل خصلة خصلة. هو فكرته كده ان هتبقى الجل بتاع الحلبة كل حاجة تختلط. تمام، حابين ان انتوا تغلوا حلبة تمام براحتكم، بس بيبقى الأفضل دي الحلبة أو الحلبة المطحونة، علشان برضه بتبقى أصغر حاجات منها موجودة في الخليط، يعني بيبقى في أصلا من الحلبة حاجات موجودة في الخليط، عكس لو غليتي حلبة تبقى مية حلبة بس، فاهماني؟ لكن دي الحلبة يبقى فيه أجزاء برضو من الحلبة. وهبتدي أوزع بالشكل ده كله على شعري، وبعد كده أجيلكم. حطيت الخلطة اهي على شعري، وانا محطتش الكمية كبيرة قوي علشان شعري ما يفضلش ينزل او ينقط مية. حطيت الكمية اللي شعري شربها، وكأنك بالظبط نديتي شعرك. تمام تمام.
هي طبعا كل مكوناتها طبيعية، فأنا هسيبها وقت كبير. ليه؟ لأني هفضل سايبة شعري لحد ما أعمل عناية ببشرتي وعناية بإيدي، بعد كده هاخد الشاور واغسل شعري. تمام، فأنا هسيبه عادي وقت كبير، مفيش أي مشكلة. بس انتوا لو هتغسلوا شعركوا هتسيبوه لمدة ساعة واحدة كفاية قوي، أو لو حابين ساعتين. كل ما هتزودوا كل ما الخلطة هتفيد شعرك. أول حاجة هنعمل سكراب، فهحط معلقة سكر، وشرط السكر يكون ناعم جدا عشان ما يجرحش البشرة، ومعلقة بن أو نسكافيه، ومعلقة جل صبار. أنا استخدمت بتاع الحواك. تمام. حسيت ان القوام خفيف فزودت معلقة سكر كمان، فكده هنستخدم معلقتين سكر. يلا بينا بقى نحط السكراب. بسم الله. بناخد كده كمية بسيطة وبفردها الأول. نبتدي بقى دلوقتي نسكراب بإيدينا، هنعمل كده بحركات دائرية. أنا كده فركته كويس جدا جدا. تمام، أهم حاجة يكون السكر ناعم علشان ما يجرحش بشرتكم. تمام، فدلوقتي هسيبه 5 دقايق واروح اغسل بشرتي بمية دافية علشان تفتح المسام شوية، علشان بعدها هنعمل ماسك هيشيل كل الزوايد، هيزيل وهيشيل كل الرؤوس إذا كانت البيضاء أو السوداء، وهيشيل كل الزوايد اللي في البشرة إذا كان جلد ميت، كل حاجة. فهسيبها 5 دقايق واغسل بشرتي واجيلكم. عملنا سكراب للبشرة، ليه ما نعملش للشفايف؟ طبعا لازم نعمل للشفايف سكراب علشان بيشيل اي جلد ميت وبيخليها كده لونها وردي وكيوت. حطيت حاجة بسيطة جدا من العسل ونص معلقة سكر، كده يكون السكراب بتاع الشفايف جاهز. بجد مفيش اسهل من كده. دلوقتي هنعمل الماسك اللي هيشيل كل البلاوي اللي في البشرة وكل الحاجات اللي قشرها السكراب. واللي في الكوباية ده منعوق لبان دكر. حطيت معلقتين لبان دكر وعليهم مية سخنة وسبتهم ليلة كاملة. كل حاجة استخدمتها في فيديو النهاردة موجودة عند العطار. ودي مية منعوق الصمغ العربي، برضو نقعته ليلة كاملة من بالليل. حطيت معلقتين صمغ عربي ومية سخنة وبيدوب بسرعة قوي. شكله حلو قوي في المية كده شبه الكريستالات. وبعد ما حطيت مية الصمغ العربي حطيت برضو معلقة البن النهاردة معانا في كل الوصفات. وده جيلاتين برضو من عند بتاع العطار. حطيت معلقة جيلاتين وبعد كده حطيت معلقة تانية، بس انا ما صورتلكمش، يعني كده معلقتين جيلاتين. بعد كده بندفي الخليط على النار او ممكن ندخله الميكرويف على 30 ثانية. ده شكل الخليط. المفروض ان احنا نسيبه يبقى دافي، انا اصلا دفيته بس، فانا دلوقتي هحطه على البشرة. خلينا بالنا عشان هو بعد ما بينشف بجد بيتشد، بيبقى صعب قوي قوي قوي. فانا بس هحطه على المناطق اللي فيها عندي دهون، مش هحطه على باقي على كل بشرتي علشان لا هو بيوجع بجد. تمام، بسم الله. بس اهم حاجة ان انتوا تحطوا كذا طبقة، كذا طبقة يعني من الماسك عشان يتشال معاكوا. بس على فكرة في ناس بيعملوا ايه، بيحطوا على بشرتهم كلها ما بيشدوش، لا بيشطفوه. بس هما بيقولوا كده ان هو الحاجة او الرؤوس او الجلد الميت والحاجات دي كلها طلعت في الماسك، بس انا ما شدتوش. لا انت لازم تشديه علشان كل حاجة تطلع. بس انا مش هعمل كده وخاطر ببشرتي هتوجعني، فانا هعمل بس على المناطق اللي فيها حبوب. اول لما تنشف احط لها طبقة تانية. اهم حاجة طبعا المناخير، وبعد بجد عن اي منطقة فيها شعر علشان بتوجع جدا. بصوا والله بينشف. فانا ههوي بالهواية شوية وهحط طبقة وهكذا. هحط بقى برضو طبقة تانية. تفضلوا تحطوا بقى لحد ما يبقى طبقة تقيلة
هي بتبقى مثلا 3 طبقات او طبقتين بس، يعني انا هعمل 3 طبقات، يعني المرة دي بقى هاوي ومرة تانية وخلاص. حابين تحطوا في اي منطقة تانية براحتكم، ممكن تحطوا هنا عادي وهنا وهنا، بس انا مش هحط بصراحة، دول بس اللي فيهم دهون. فاكرة الحاجتين دول فيهم دهون بس مش قوي. ماشي، هحاول برضه بالهواية كده شوية لحد ما الطبقة دي تنشف. طبقة تالتة، طبقة أخيرة، ونسيبه بقى لحد ما ينشفها خالص. بس كده هسيبه بقى على بشرتي لحد ما ينشف خالص، اشوف هو اخد قد ايه واقولكوا. بس هو طبعا على حسب التهوية، كل ما تهويه كل ما يكون في هوا هينشف اكتر. طبعا أنا عملت وفاض كمية كبيرة، مع اني انا عاملة كمية صغيرة اصلا، بس طبعا فات كمية كتيرة اهو. فنعمل ايه لو انتوا برضو زي كده؟ إيه، لا تعملوا بالظبط على قد اللي هتستخدموه، لا اما لو عملتوا كمية تقدروا ان انتوا تغلفوها او تغطوها بأي حاجة وتشيلوها في التلاجة او تسيبوها برا. سواء كده او كده هي هتجمد وهتمسك في نفسها، فمنين ما تيجي تستخدموها تدفوها وهتبقى سايلة وجميلة كأنكم لسه عاملينها بالظبط وتستخدموها عادي. اوكي، وبعد نص ساعة أو أقل كمان، هي حاجة 20 دقيقة، ونشف أخيرا. يعني عشان أصلا مش عارفة أتكلم ولا أضحك ولا أي حاجة. الحتة دي عشان أنا كترت فيها فهي لينة مش راضية تنزل. بصوا، ماشي، هوريكوا حاجة. الخلطة ايه بقت زي الجيلي، فدي بتدخلوها التلاجة، أي وقت ما تيجي تستخدموها بتطلعوها تدفوها تبقى سائل تاني وتحطوا وهكذا. تمام، حلوة قوي، فما ترموهاش، تتحط في التلاجة وتستخدموها تاني عادي جدا. يلا بينا نشيل، انا هشيل الجزء ده. خايفة يا جماعة، بصوا بتشد قوي. نشيل الجزء اللي تحت الأول. كنت فاكرة ان انا اجي همسك الطرف كده واشيلها تتشال كلها، بس لأ، تشيل جزء جزء. بس بجد النتيجة تستاهل، شال بجد كل الدهون وكل الرؤوس زي البيضاء ما اللي انتوا كانت في شايفين بشرتي. كده غسلت بشرتي كويس جدا بغسول ستارفل. تمام، طبعا بصوا بقى بيفتح البشرة درجتين، لأنه بيشيل الجلد الميت، وبجد شال دهون وحاجات كانت بلاوي في المنطقتين دول. كده نكون خلصنا الماسكات للبشرة. لسه عملنا السكراب، وكمان عملنا الماسك اللي بالجيلاتين اللي شال كل الزوائد وكل الرؤوس والدهون. تمام، انا كده استكفيت بكده. حابه ان انتي تعملي ماسك ترطيب، اوكي مفيش مشكله. هيكون عباره عن معلقه لبن ومعلقه نشا، وتقلبيهم كويس جدا وتحطيهم على بشرتك بتاع 10 دقايق، بعد كده تشطفيها. احلى ماسك ترطيب. لو حابه حطي عليه معلقه عسل، او لو عندك مية ورد حط نص معلقه مية ورد. تمام تمام، بس انا مش هعمل كده لان انا بشرتي دهنيه، فهي اصلا يعني بتاع 10 دقايق كده هتلاقوها عملت دهون لوحدها. فلو انتي بس بشرتك جافه اعملي الطريقه دي. معلقه نشا، معلقه لبن، نص معلقه مية ورد، او معلقه عسل. تمام، انا هرطب بشرتي ببنسينول جل، اهو ده شكله. فانا هرطب بيه بشرتي، هو حلو مش بيخلي البشرة ملزقة في اي حاجة. انا باخد بس كمية بسيطة من المناطق اللي احنا برضو عملنا عليها الماسك. وهحط زبدة كاكاو بتاعة لونة بالورد، حلوة قوي، تدي لون بسيط وبترطب حلوة قوي. بجد والله لازم تجربوا الطرق اللي انا وريتها لكم دي، انتوا اكيد شايفين النتيجة. البشرة بقت فاتحة ومنورة وجلوي جميلة ازاي، ما شاء الله. لازم تجربوها. كده نكون خلصنا العناية ببشرتنا. واخيرا جه الجزء المفضل لقلبي، العناية بالايد. اول حاجة جبت بولة وحطيت فيها مية دافية وخل، ممكن خل او ليمون، بس انا مكانش عندي ليمون. وحطيت شاور جل وخليت ايزي كده لحد ما الجلد اللي حوالين ضفري باش او لان كده، فببتدي ازقه باي اداة بقى عندكم.
وبعد كده بشيل الجلد. لو مش هتعرفوا تشيلوه يبقى ما تشيلوش احسن عشان ضوافركم ما تتعورش. فهتعملوا ايه؟ تبردوه شويه بشويه لحد ما يتشال. بعد كده هنبرد الضافر ذات نفسه ونسويه اذا كان طبعا طويل او قصير. المهم ان انتي ضوافرك تكون شكلها حلو ونظيفه. طبعا بننضف حوالين الضافر من تحت علشان الضفر يبقى شكله حلو ومش مقزز وكده. حاجة برضو بتبيض الضوافر جدا هي معجون أسنان، وكمان بيقويها. بحط شوية على الفرشة دي وبفركه كويس جدا على الضفر ذات نفسه وعلى الضفر من تحت علشان يبقى نضيف. يلا دلوقتي نعتني بالإيد ذات نفسها. حطيت معلقة سكر خشن شوية وشاور جل وزيت الورد ومية الورد. طبعا زيت الورد من الحاجات المفيدة جدا وحلوة قوي للإيد وللجسم وللبشرة عشان بتقشر وبتفتح. تمام. بعد كده حطيته الأول بالفرشة وابتديت ان انا اعمل كده سكراب بالايديا. والمكون ده 2 في 1، هو سكراب وتقشير والكلام ده كله، وكمان تنعيم وتفتيح، فهو بجد فيه كل الفوائد. واهم طبعا حاجة عقل ايدينا لازم نسكربها كويس جدا. انا اصلا كنت عاملالكوا فيديو مخصوص للعناية بالاظافر. المهم بجيب علبة كده وبحط فيها فيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا وحلو قوي للضوافر. تمام. وبعد كده بحط عليه شوية لوز حلو وزيت جوز هند وابتدي احطه كده على الضوافر. ممكن تشتروا السيرم عادي جدا من بره، بس انا حبيت اعمله. هو مش سيرم قوي، هو خليط للضوافر زي ما انتوا شفتوا كده، بيرطب وبينعم. وبرده لو ما عندكوش عادي مفيش مشكله، ممكن تحطوا اي كريم وعليه فيتامين اي برده هيدي نتيجه حلوه. وحطيت الكريم ده من كير اند مور، بجد حلو قوي. انتوا شايفين ازاي فتح درجه من مره واحده بجد. فانا بحبه قوي. دلوقتي دي خطوه بقى اختياريه، انا هرسم حنه. ممكن لو ما بتعرفوش ترسموا وكده تحددوا بالقلم الاسود او تنزلوا عند حنان عادي ترسموا. بس انا بصراحه ايه، قلت اخاطر شويه واجرب انا اعملها في البيت. ارسمها يعني. بس انا بصراحه ما خاطرتش للدرجه دي ان انا اعملها في البيت، فجبتها قرطاس كده جاهز. محدش يتريق على رسمي عشان دي اول مره ارسم لنفسي حنه، وكمان فتحت القرطاس غلط فكان بينزل العكس. فالرسمه شكلها غريب قوي بس في الاخر طلعت حلوه يعني. اكيد انتوا عارفين لما بنيجي نرسم لنفسنا حنة وكده على ايدينا، فايدينا بتبقى بتترعش فمش بنرسمها كويس قوي لنفسنا. لكن لو هنرسم لحد على ايديه فالنتيجة بتبقى احلى من لما نرسم على ايدينا بجد. وسبتها لحد ما الحنة كده قشرت لوحدها. بعد كده رحت شطفت ايدي والنتيجة طبعا كانت حلوة قوي. خلصنا العناية بالايد والاظافر. دلوقتي هنعمل سكراب حلو قوي للجسم وكمان مكوناته سهلة قوي. اول حاجة بحط معلقة ونص نشا ومعلقة سكر، ما يكونش ناعم قوي ولا خشن قوي، يعني متوسط كده لانه اصلا بيدوب. وكيس كده من القهوة او معلقة قهوة كبيرة. وحطيت شاور جل. واهم حاجة هو زيت الورد حطيت منه. هروح اخد كده الشاور، السكراب فتعالى بيكون نشوف جاهز. انا استخدم ايه. اول حاجة الشاور جل التحفة ده. اوكي، ده اول حاجة. بعد كده الليفة الكيوت دي كمان منها الخضرة، بس انا جبت البينك دي للعيد وكده. تعالوا نفتحها مع بعض. هي بتبقى زي سبونج كده. هي اصلا اسفنجية بس بتحس انها ساقعة كده فيها مية. بس بتاعت الاطفال بس احسن بكتير. طيب شعرنا عشان حاطة الحمام زيت لازم نستخدم شامبو ينضف الفروة كويس جدا. شامبو فيه سلفيت زي سباركل. هو فيه سلفيت وحلو قوي سباركل. تمام. او اي نوع شامبو ليه عشان ينضف الفروة. طيب انا اليومين دول بشرتي فيها قشرة. انا هستخدم ده نيزورال. جبته جديد. انا كنت بستخدم نيزابيكس بس مبقاش يعمل معايا مفعول. انا جبت ده اجربه ولو عمل معايا نتيجة في القشرة هقول لكم. انا بس وريتهولكوا عشان لو حد زيي بيعاني من القشرة.
وابتديت احضر الحاجات اللي هستخدمها بعد الشاور. طبعا الشاور ده بيبقى ليه طعم تاني خالص، بتبقى اجواء كده حلوة قوي، فلازم بنرص كل حاجة كده على البيجامة. فانا طبعا حطيت البيجامة وحطيت بادي سبلاش والمخملية وكريم الايد والليب بالم وزيت. كل حاجة لازم تتحضر كده، بجد الاجواء بتبقى حلوة قوي. ودي كل الحاجات بعد ما حضرتها. حطيت شمعة كده بقى عشان الأجواء يا جماعة. أخدت الشاور وعملت ايه التسريحة رأيكم دي، في الترانزيشن ده كيوت بجد؟ كده ولايقة على العيد. عملت في شعري الويفز دي. عاوزة اقول لكم ان الشامبو عمل فرق، يعني هو اكيد مش هيبان من اول مرة بس انا حسيت بفرق بصراحة. فلسه لما اجربه اكتر هقول لكم النتيجة. طيب انا محطتش ولا بادي سبلاش ولا اي حاجة، فنحط دلوقتي مع بعض. اول حاجة بادي سبلاش ريحته تحفة، مش هتبقى كفاية عشان هو ريحته قوية. والصدفة بقى ان نفس ريحة المخمرية بالظبط، فعاملين ميكس كده تحفة. باخد حاجة بسيطة جدا من المخمرية واحطها هنا كده عند أماكن النقط، ريحتها خطيرة. طيب أنا دلوقتي الليب بالم كنت حاطة بالورد، بس ده ريحته فانيليا مع الأجواء، وكمان حطيت كريم بالفانيليا فايه الأجواء فانيليا بورد النهاردة. وأخيرا وصلنا لأجمل جزء، سهرة العيد. بعد ما خلصنا كل التجهيزات حبيت أعمل معاكم حاجة بسيطة وجميلة. هنجهز شوية حاجات عشان نحس بالجو الحلو اللي هو جو ليلة العيد. أول حاجة أعملها في السهرة وهي ليالي لبنان، كان نفسي فيه قوي فقلت أعملها معاكم. حطيت كيلو إلا ربع لبن وعليهم كوباية سميد أو دقيق السمولين أو دقيق البسبوسة، وحطيتهم على نار متوسطة. وبعد ما ساحوا شوية حطيت لهم كوباية سكر، والسكر على حسب الرغبة. هفضل أقلب فيهم لحد ما تتقل كده، وبعد كده هنضيف لها أي نكهة بقى بتحبوها، فانيليا أو مية ورد. أنا كان عندي فانيليا فعادي حطيت كيسين فانيليا. وبعدين برضو نفضل نقلب فيها لحد ما تستوي بالشكل ده كده. نجيب قالب، واهم حاجة نحط قبل ما نحط الخليط شربات خفيف او تقيل عادي او عسل. فانا حطيت عسل، وبعد كده نزلت بالخليط وسبته يهدى شوية ودخلته التلاجة علشان يتماسك. ودلوقتي هنعمل طبقة الكريمة اللي فوق. ممكن تعملوها بالقشطة والكريمة والكلام ده كله، او ممكن بالكريم شانتيه وتحط عليه قشطة، بس انا هعملها بكريم شانتيه بس. فضربته بالشكل ده كده وبقى جاهز. وبجد اسهل الحلويات، طريقتها سهلة قوي. وبعد ما الخليط شوية تماسك نزلت بالكريم شانتيه كده بقت جاهزة. حضرت برضو كمان شوية حاجات. حطيت المقرمشات دي مقرمشات ذرة بالجبنة، وده سوداني بالكاتشب. وكمان حضرت لب اللي هو السوري واللب الأبيض. لو ليه اسم تاني قولولي، بس أنا عارفة ان هو اسمه يعني لب أبيض. وكمان حطيت سوداني اللي هو بقشره. وحاولت كده ان انا ارسمهم رسمة حلوة، وحطيت الشمعة عشان الاجواء وكده، وده ملبس بونبوني حطيتهم برضو. وقطعت بقى ليالي لبنان بعد ما سبتها شوية في التلاجة. شكلها برضو بنزينها بالشربات او بالعسل. لو حابين تحطوا عليها رشة فستق او رشة اي مكسرات بتحبوها تمام، بس انا ما حطيتش. والأول مرة هدوق ليالي لبنان فهدوقها دلوقتي معاكم. عمال ايديا وحياة عينيا، بسم الله. اختار الجزء الحلو ده. بصوا احنا ممكن نحط عسل او شربات. بسم الله. حلوة قوي قوي قوي. كمان تحفة اللي ما بيحبوش اللبن، لان انتي الوصفة كلها لبن. والبسبوسة مش تقيلة خالص، دي خفيفة خالص تحسها جوسي كده وتحفة. والعسل او لو هتحط شربات برضه هيديها طعم حلو قوي. عملت لي عصير ميكس كده ما بين الصوبيا والتمر.
بجد وهكمل يعني أنا كان طعمه باقي حلو قوي، السهرة بالذات الكوباية وأنا محلية بتفرج على طعم كرتون أكتر. أنا ايه، كنت شربت منه يعني شركة شوية. المرعوبين المحدودة، مارد وشوشني وبو والكلام ده كله بحبه قوي بجد. أنا بحاول أغير من الكرتونات إن أنا عارفة كله تمام، بس يعني مش هضطر بنزل، مش هضطر سندريلا، مش هضطر مش عارفة ايه، فنغير. وبكده نكون خلصنا كل تجهيزاتنا قبل ليلة العيد. حبيت أشارككم كل الخطوات دي بدري عشان تلحقوا تعملوا كل حاجة بالراحة. استنوا بقى الفيديوهات الجاية، واستنوا يوم العيد نفسه هوريكم فيه كل التفاصيل. وكل سنة وانتم طيبين مقدما، وبحبكم قوي. باي.